يلا بينا نبدأ اليوم. وانا في الطريق كنت عمالة افكر، هو انا ليه مفروض اذاكر؟ ليه اصلا اذاكر؟ وايه اللي فرض عليا ان انا اذاكر؟ كنت عمالة اقول نفسي صغيرة بجد على حياة الكبار دي. كنت عمالة اصيح، كان في دماغي كده شغالة صياح 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 صياح. بعدين يعني في الاخر رحت سكرت. مفيش مفر، مفيش هروب، كلنا كبرنا. وبعدين كنت بتمشى لقيت الورد والشجر، كانت كل حاجة جميلة، كانت حلوة قوي. حسيت ان الدنيا كده بتواسيني. تقولي معلش مش عارفة انا قلت المعلومة دي قبل كده ولا لأ، بس انا بحب الطبيعة، بحب الشجر الكتير، بحب الخضرة، بحب دايما تبقى حواليا مساحات خضرة كتير قوي، وده قليل لما بنلاقيه هنا يعني في القاهرة. وصلت وكان ممنوع التصوير، وكنت ماشية ومرة واحدة الإضاءة دي فتحت وانبسطت قوي، مش عارفة ليه بس صراحة حسيت اني عيلة صغيرة. بجد عارفة العيلة الصغيرة لما تكون فرحانة بالإضاءة اللي حواليها؟ ده كان أنا. كان الصراحة الجو ده ناقصه حاجة. فضلت افكر ناقصه ايه. شاي بالنعناع معروفة. إيه اللي ممكن يحتاجه الانسان غير شاي بالنعناع؟ او شاي عامة حتى لو من غير نعناع، بس يعني الشاي ده كان تحفة. مش عارفة انا حسيته حلو قوي، كمان كان معمول على مصري، فانت عارف يعني ايه تقعد على كورنيش النيل. اما لو انت مش مصري ومجربتش فانت فاتك كتير. اتقال في حب النيل ان النيل العذب والكوثر، والجنة شاطئها الاخضر، ريان الصفحة والمنظر. قال لي قبل كده من حد مش مصري ان اكتر حاجة هو بيحبها في مصر هي ان هو بيقعد على النيل. فانا انبسطت قوي الصراحة، لان فعلا دي من احسن الحاجات اللي ممكن تعملها في القاهرة تقريبا. انا عارفة ان انتم مشغولين في شغلكم، في حياتكم، في مذاكرتكم، الامتحانات اللي عليكم اللي بحس المفروض تسلموها، كل الحاجات اللي في حياتكم دي. لكن ما تنسوش ان الرياضة دي حاجة مهمة. لو حتى هتتمشي كل يوم نص ساعة، صدقيني هتفرق جدا في نفسيتك وفي صحتك وفي شكلك عامة وفي ثقتك في نفسك. ده بقوله ليا قبل ما بقوله ليكم، عشان بتفرق معايا جدا. الرياضة من اكتر الحاجات اللي بتفرق في نفسيتي. رحت اتمرنت باج، وبعدين خدت كلاس، وبعدين خلصت. هو كان ممنوع التصوير، هو تقريبا انا اي مكان بروح ممنوع التصوير، فيعني حاولت اصور. بعدين رحت قابلت صاحبتي، الصراحة خدت باور كده لما خلصت التمرين. رحت قابلتها وتمشينا لغاية حدود ليبيا، وبعد كده شربنا عصير قصب، واخيرا روحت البيت. دلوقتي قررت اقعد واختار كتاب اقراه. ففي الرواية دي قلوب وراء الجدران، او الرواية دي، او هذا الكتاب، وصراحة متحمسة اوي اقراه، او ده. واعتقد يعني اللي هي هتكون غرفة المسافرين. شخص لطيف وتعامل مع الناس بلطف، صدقني صدقني هيفرق في نفسيتك جدا. كمان حاجة تانية انبسطت قوي ان انا خدت ده. اوكي، ده عالم الاوراق والالوان للفنانة سلوى عبد الله. انا اتعرفت عليها النهاردة، يا تحفة، عسولة خالص بجد، وحبوبة كده ولذيذة. ايه المعرض ده بقى؟ هيتعمل يوم السبت الموافق 12/11. بس صراحة مش عارفة بقى ده هيكون قبل ميعاد الفيديو ولا ايه، بس يعني شايفين المعرض لغاية يوم 19. هحاول انزل الفيديو قبل الميعاد اللي حابب يروح. فدي معلومات عنها. عايزه اقول لكم لطيفه لطافه. هي شرحت لي، انا بجد ما فهمش اي حاجه في الرسم عامه، بس هي شرحت لي شويه حاجات يعني. اللوحه دي شرحت لي ان هي الفن ده عباره ان هي بتجيب حاجات وتقصقصهم. هو اسم نوع الصراحه بس انا مش فاكراه. آه بصوا، يعني هي مقصقصه ده تمام، وبعد كده حطت عليه علامة الاستفهام دي، وبعد كده بقى كتبت ده وده 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 وهاو كده، عشان ده الاستفهام. يعني الطفل دايما بيبقى حواليه علامات تعجب واستفهام وكده. الصراحة انا حبيت. ف ودي كمان، بس دي صراحة ما كنتش عارفة قوي، بس هي مجمعة الورد ومظبطة الالوان. فبجد لو حد مهتم ممكن يروح، هينبسط قوي، واي حد جميل جدا.
وصلتوا لاخر الفيديو، فانا مبسوطه ان انتوا كملتوا الفيديو واتفرجتوا لغايه الاخر. فشكرا، اشوفكم في الفيديو الجاي.